أهلا بكم. بعد 4 ساعات من التشاور بين أعضاء أمانة حزب العدالة والتنمية بشأن المرسوم الملكي الذي أعفى عبد الإله بن كيران من تشكيل الحكومة المغربية، خرج الرجل ليعلن قرار حزبه التفاعل الإيجابي كما وصفه مع القرار الملكي، موكلا الإفصاح عما سماه الموقف الحاسم لحزبه إلى مجلسه الوطني. موقف أبقى الغموض قائما بخصوص مخاض تشكيل الحكومة المغربية، فإذا كان المرسوم الملكي لم يفصح عن الشخصية البديلة من داخل حزب العدالة والتنمية، فإن هذا الأخير لم يكشف بشكل كامل ونهائي عن خياراته بخصوص هذه التطورات السياسية الجارية بالبلاد، إما بالقبول بالشخصية التي سيختارها الملك أو بالذهاب إلى صفوف المعارضة. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل أحمد مرزوق. تركزت الأنظار منذ اللحظة الأولى لصدور البيان الملكي على شخصية عبد الإله بن كيران وحزبه الحاصل على أغلبية عادية في الانتخابات البرلمانية. أول رد فعل كان رفض بن كيران التعليق على قرار الملك، متعجبا حتى من السؤال ذاته. القرار ديال جلالة الملك وشنو هما اللي كنعلقوا على القرار ديال بعدها أصدر بن كيران لكوادر وأعضاء الحزب توجيهات بعدم التعليق على بيان الملك، وتوجهت الأنظار بعد ذلك إلى الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة للحزب برئاسة بن كيران وما سيرشح عنه من قرارات أو مواقف. وكانت الرهانات تدور حول عدة سيناريوهات: إما أن يقبل الحزب قرار الملك ويختار شخصية تخلف بن كيران، أو يرفض ويبقى في المعارضة. لكن الاجتماع فاجأ الجميع وخرج بقرارين لا ثالث لهما. في النهاية وصلنا لما يشبه الإشباع، التفاعل الإيجابي مع البلاغ ديال الديوان الملكي، ولكن كذلك احتفاظا واحتراما لمؤسسات الحزب وطبيعة الحال المجلس الوطني، فقد تقرر أن نجمع المجلس الوطني يوم السبت إن شاء الله القادم على الساعة 10 باش نتزاولوا الموضوع. وهكذا ظل الغموض سيد الموقف، وتبقى السيناريوهات المحتملة. هل سيرفض الحزب تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة ويختار البقاء في مقاعد المعارضة؟ سؤال تتجلى إجابته بلا فيما قاله بن كيران عن التعامل بإيجابية مع بيان الديوان الملكي، بما يعني عدم الرفض. وإذا كانت هذه القراءة صحيحة، تبقى التكهنات الخاصة بمن سيخلف بن كيران في تشكيل الحكومة من داخل الحزب. 3 أسماء تدور على الألسن وصفحات التواصل الاجتماعي، وتلك الشخصيات هي: سعد الدين العثماني، قيادي بحزب العدالة والتنمية، يوصف بأن لديه قدرة على إدارة المفاوضات والتعامل مع الاختلافات الأيديولوجية والسياسية، ويعرف بالشخصية الهادئة المسالمة البعيدة عن الصدام. الاسم الثاني هو عزيز الرباح، منافس سابق لبن كيران على قيادة الحزب، يطرح اسمه بقوة رغم أنه كان قد نفى أكثر من مرة بأنه يطمح لخلافة بن كيران في رئاسة الحكومة. أما الاسم الثالث فهو المصطفى الرميد، وهو الوحيد الذي رافق بن كيران خلال لقائه الملك لتكليفه بتشكيل الحكومة. وإلى أن تنجلي الحقيقة السبت المقبل، سيبقى الوضع السياسي في المغرب غامضا وربما على شفا أزمة. ينضم إلينا من الرباط كل من الكاتب والمحلل السياسي بلال التليدي، وكذلك الباحث السياسي إدريس الكمبوري. أهلا بكما ضيفي العزيزين. أبدأ بضيفي السيد بلال فيما يتعلق بما الذي فهمته من قول بن كيران بعد هذه الجلسة المطولة لأمانة الحزب التفاعل بشكل إيجابي مع قرار الملك. ما المقصود؟ ما الذي فهمته؟ المقصود أن هذا البلاغ الملكي انتصر للتأويل الديمقراطي للدستور وبشكل خاص الفصل 47 في الوقت الذي كان هناك جدل كبير بين بعض الفرقاء السياسيين الذين كان بعضهم يقدم اجتهادات بخصوص هذا الفصل ويرى أنه بإمكان الملك أن يعين شخصا آخر من الحزب الثاني. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أنه أبقى بلاغ الديوان الملكي أبقى رئاسة الحكومة
في يد حزب العدالة والتنمية منتصرا بذلك لنتائج 7 من أكتوبر. وهذا ما كان يحرص دائما حزب العدالة والتنمية على أنه يؤكد عليه، ويؤكد على أن المشاورات الحكومية ينبغي أن تنضبط لهذا المحدد التفاوضي، أي احترام نتائج 7 من أكتوبر. يعني أفهم موقف حزب العدالة والتنمية، أي أن حزب العدالة والتنمية سيتجاوب إيجابيا مع تعيين شخصية من داخله، لكنه أرجأ أبقى معك سيد بلال. نعم. تأجيل مسألة الحسم من اليوم إلى يوم السبت بالنسبة لحزب العدالة والتنمية ومن الأمانة إلى مجلسه الوطني، هل هي مجرد مسألة بروتوكولية تنظيمية داخل الحزب أم هناك تفسير آخر؟ لا، ليس هو الأمر يتطلب الانضباط للمقتضيات التنظيمية أولا، لأن هذا قرار مركزي ويحتاج إلى برلمان الحزب. ثم ثانيا الأمر يتعلق بمرحلة سياسية دقيقة تحتاج إلى تقدير سياسي، ويحتاج أيضا إلى جواب سياسي، وهذا الجواب لا يمكن أن تطلع به فقط الأمانة العامة للحزب، وإنما ينبغي أن يتحمل المجلس الوطني مسؤوليته في هذا الأمر. ثم المسألة الثالثة وهي التي ترتبط بالبعد السياسي، إذ أن تقدير الحزب أن فشل المفاوضات لا يرجع إلى شخص رئيس الحكومة، وإنما يرجع إلى الاشتطاط الذي مارسته الأطراف الأخرى لكي تفرض واقعا سياسيا بعيدا عن نتائج انتخابات 7 من أكتوبر. ولذلك أرجح أن تكون الدعوة للمجلس الوطني محاولة للتأكيد على الضوابط التفاوضية التي التزم بها الأستاذ عبد الإله بن كيران، والتي ينبغي لرئيس الحكومة المعين الجديد كيفما كان اسمه أن يلتزم بها تقديرا لنتائج انتخابات 7 في هذه الحالة أسأل ضيفي سيد إدريس الكندوري. سيد إدريس، برأيك عبد الإله بن كيران هل هو ضحية بهذه النتيجة أم هو متسبب ويتحمل جزء من المسؤولية فيما آلت إليه الأمور حتى الآن بهذا القرار الملكي؟ لا أعتقد أن أستاذ عبد الإله بن كيران الآن هو في موقع الضحية. هناك يعني وسط سياسي في المغرب يعاني من مختلف الأزمات. عبد الإله بن كيران وحزب العدالة والتنمية جزء من هذا الوسط السياسي الذي يعاني من مختلف الأزمات. نحن لاحظنا خلال المشاورات السياسية التي قادها بن كيران أن هناك نوع من المناكفة بينه وبين الأحزاب السياسية التي دخلت معه في مفاوضات. بن كيران كان يلوح دائما باستمرار بأن حزبه حاز على الأغلبية، وبالتالي فإن الشعب المغربي أراده، وهذه يعني رسالة في اعتقادي كانت سلبية للقصر من ناحية، ومن ناحية ثانية أيضا للوسط السياسي. المغرب يعني بلد لديه مؤسسات، لديه دستور ينظم الحركية السياسية فيه، لكن أيضا لديه أعراف سياسية، ونحن في المغرب ليست لدينا ديمقراطية على النمط السويسري، لدينا ديمقراطية على النمط المغربي العربي، ربما هي أحسن الأنماط العربية الموجودة، لكن هناك إذن في هذه الحالة كيف تجد وضع حزب العدالة والتنمية الآن في ظل هذا القرار الملكي؟ يعني حزب العدالة والتنمية كما يعني صرح الأستاذ عبد الإله بن كيران، وكما يعني تداولت الأمانة العامة للحزب هذه المسألة، يعني يتعامل بشكل إيجابي مع هذه القضية، تعامل بشكل يعني مرحب ببلاغ الديوان الملكي. وأعتقد أن يعني رمي الكرة الآن إلى المجلس الوطني يوم السبت المقبل هي كما جاء على لسانكم هي مسألة بروتوكولية. نحن يعني المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب يعني في الغالب يصادق على مختار القرارات، ونحن لاحظنا هذا أيضا في 2011 عندما يعني فاز الحزب بالأغلبية وتم يعني تعيين بن كيران رئيسا للحكومة. عقد أيضا المجلس الوطني وبت في المسألة وأعطى الضوء الأخضر لبن كيران. أنا أعتقد أيضا أن يعني يوم السبت المقبل المجلس الوطني سوف يعطي بالتأكيد الضوء الأخضر لهذا القرار، وسوف يزكي أيضا خليفة بن كيران مهما كانت الأحوال. طيب، بإعطاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الضوء الأخضر كما تتوقع سيد إدريس، وهذا سؤالي موجه للسيد بلال، وقدمت شخصية أخرى عوضا عن بن كيران،
ما هي حظوظها في أن تشكل حكومة في أقرب وقت، باعتبار أن الوقت الآن قد تأخر 5 شهور من التعطيل؟ هذا يتوقف على الجو العام الذي تجري فيه المشاورات، ويتوقف أيضا على الأرضية التي ستنطلق منها الأحزاب التي كان يتفاوض مع حزب العدالة والتنمية. إذا وقع من جهة هذه الأحزاب نوع من الليونة والتراجع، وكان تقديرها في السابق أن المشكلة تعود إلى شخص الذي هو رئيس الحكومة، فيمكن للمفاوضات أن تسير في اتجاه إيجابي. لكن إذا تم الاستمرار على نفس المنطق السابق، أي فرض واقع سياسي بعيد عن نتائج 7 أكتوبر، فأظن بأن الأزمة ستستمر. وأظن بأن البحث اليوم عن التوافق يتطلب الانضباط إلى مضمون بلاغ الديوان الملكي الذي انتصر فيه الملك إلى الاختيار الديمقراطي. فكلما اتجهت الأطراف السياسية إلى تحكيم المحدد التفاوضي المرتبط بنتائج الانتخابات كما ذهب إلى ذلك الملك في نص بلاغه، فأظن بأن الأمور ستتجه نحو توافق استراتيجي. وكل المؤشرات يعني تؤكد بأن الأمر سهل جدا إذا تم بشكل مباشر. سيد بلال، المحدد الاستراتيجي، هل كان نعم. المطلوب في البداية إزاحة عبد الإله بن كيران؟ لا أستطيع أن أجزم بأن الأمر يرتبط بهذا المطلب، وإلا لكانت 5 أشهر هي عبارة عن مسار من العبث السياسي. لكن ما أستطيع أن أقوله بأنه الأزمة اليوم هي في مربع الجميع وليست في مربع حزب واحد. الأزمة هي في مربع الأحزاب الأخرى وفي مربع حزب العدالة والتنمية، وإذا لم يتم حلها فستصير هذه الأزمة في مربع النسق السياسي المغربي بكامله. ولذلك أرى بأن الأطراف جميعها اليوم تحتاج إلى أن تدبر الأزمة بنوع من المعقولية وأن تحكم نتائج الانتخابات لكي تخرج من النفق. الملك باتخاذه بهذه الخطوة قام بخطوة دستورية، ولكن هل كانت في يد القصر أدوات أخرى بالإمكان حلحلة الوضع السياسي في المغرب والإسراع في تشكيل الحكومة غير إزاحة بن كيران والطلب من حزب العدالة والتنمية بإتيان بآخر ليقوم بهذا الدور؟ نعم، في الواقع الوثيقة الدستورية تمنح للملك صلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات المناسبة في مثل هذه النازلة. نحن لاحظنا في السابق أن يعني الملك وجه مجموعة من الإشارات إلى عبد الله بن كيران ومن خلاله أيضا إلى الطبقة السياسية على أساس أن يتم الإسراع بتشكيل الحكومة. وخطاب دكار في نوفمبر الماضي كان أيضا واضحا في أن الملك أراد يعني حكومة بمواصفات معينة لديها أجندة محددة تتجه إلى إفريقيا تساير التحديات التي توجد فيها المملكة اليوم. ثم تم إرسال يعني مستشارين ملكيين إلى السيد عبد الله بن كيران، ويعني مع ذلك لم تتم حلحلة الوضع، ولذلك جاء مؤخرا هذا القرار ليدخل في إطار دستوري واضح وصريح. الفصل 47 والفصل أيضا 42 الذي يعتبر أن الملك هو الضامن الرئيسي لسير المؤسسات الديمقراطية يعطيه هذه الصلاحية الواسعة. ولذلك أعتقد أن القرار فيه توليفة بين الفصلين معا، فهو أبقى على المنهجية الديمقراطية بتكليف شخص آخر من نفس الحزب الفائز بالرتبة الأولى. في حال تواصل الانسداد سيد إدريس، في حال تواصل الانسداد، ما هي إمكانية أو ما مدى إمكانية تحول حزب العدالة والتنمية في المغرب من الحكم إلى المعارضة؟ نعم، هذه مسألة يمكن أن نستخرج الجواب من منطوق البلاغ، بلاغ الديوان الملكي. في البلاغ يعني وردت إشارة أن الملك يعني فضل هذا الاختيار عن اختيارات أخرى. إذا هناك احتمالات أخرى تبقى بيد الملك. يمكن أن يكلف شخصا ثالثا من نفس الحزب، يمكن أن يكلف الحزب التالي الفائز في الانتخابات. كل هذه الخيارات يعني تبقى يعني مفتوحة وفق الوثيقة الدستورية. شكرا لك. كنت معنا من الرباط الباحث السياسي إدريس الكمبوري، كما أشكر ضيفي أيضا المحلل السياسي بلال التليدي. شكرا جزيلا لكما.
صفعة قاسية وجهها الناخب الهولندي لأحلام تيارات أقصى اليمين ليس في بلاده فقط وإنما في عموم أوروبا على ما يبدو. عبد الصمد ناصر يبحث الأثر المرتقب للانتخابات الهولندية على عموم أوروبا في الملف الثاني من حصاد اليوم.